يا حلاوتك يا تين وانت مربى. بصوا بقى، تعالوا يلا نعمل مع بعض مربى التين بطريقه سهله وسريعه وحلوه جدا جدا، وهتبقى احلى من بره بكتير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحه وبسعاده، امين يا رب العالمين. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لايك بقى، كومنت حلو منك كده، وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنعمل مربى. هاتي التين بقى وتعالي كده نعمل مربى. جبتها زي ما انتم شايفين كده، والله مش غاليه خالص، كل ده وب 200 جنيه. بصوا بقى الجمال، وهنعمل احلى مربى تين هتقعد معاكي سنه كامله. بجد بجد خطيره، هتبقى سهله وسريعه وحلوه جدا جدا. وعايزه اقول لك ان السكر على حسب الرغبه. انا عن نفسي بحب كيك السكر يكون فيها هادي، ما انت عاملاها في البيت. وطبعا لو جبتيها من بره بتكون مسكره جدا، وانت عاملاها في البيت يبقى خلاص كده، يبقى نهدي السكر عشان ما تبقاش مسكره قوي. وكمان بقى يا سلام بقى لما تجيبي سندوتشات الفينو وتعملي بقى كده ايه، سندوتشات قشطه بقى بالمربى. ايوه، مربى التين في احلى من كده. بصوا بقى الجمال، طبعا لازم تتغسل كويس جدا جدا، ونتاكد كمان من نظافتها كويس جدا جدا. تغسليها مره واتنين كده، ونبتدي ان احنا نحطها في الحله ونحط سكر، وطبعا ايه بقى هتحطي كمان ليمون. بصوا بقى الجمال، شايفين؟ ايه رايكم؟ تعالوا نعمل مع بعض بقى مربى التين، ومش تاخد معانا اي وقت خالص. ويلا بقى كده مع بعض كده هنعملها كده في السريع، وبألف هنا وشفا عليكي. بس يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لايك بقى، كومنت حلو منك كده، وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. طبعا هنا الولاد قالوا لي حط لنا يا ماما شويه كده في طبق، وابتدي كمان اللي انت بقى اعملي الباقي. اهم حاجه كمان في التين ان انت تغسليه كويس جدا جدا، وتتاكدي كمان من نظافته، وتبتدي كمان ان انت تفتحي واحده واحده وتتاكدي ان هي تمام. وطبعا انتوا فاهمين ليه كويس جدا. يلا بقى نفتح واحده واحده كده، ونبتدي كمان اللي احنا هي الحله معانا، نبتدي اللي احنا نحطه في الحله، ونحط سكر ونحط ليمون، وخلاص على كده. هيقعد قد ايه على النار يا اسماء؟ هيقعد ربع ساعه النار عليه، وبعد كده هنهدي النار كمان نص ساعه، وخلاص كده هتبقى اتعملت معاكي. وهوريكي كمان هتعقد معاكي ازاي، وهتبقى بجد حلوه جدا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وكفايه كمان اللي انت عاملاها في البيت كده، فهتبقى ممتازه جدا. يلا مع بعض ناخدها بقى زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا غسلتها واتاكدت كمان من نظافه التين كويس جدا جدا. ونبتدي بقى اللي احنا نحطه كده في الحله، وزي ما بقول لك سكر وليمون، وخلاص على كده. ويلا كمان نرفعه على النار. بس يلا بقى نحطها في الحله كده مع بعض زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. بصوا بقى الجمال، خلاص كده غسلته واتاكدت كمان من نظافته كويس جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الجمال يا سيدي يا سيدي؟ طبعا بقى فريش وحلو قوي، يعني طازه، يعني مجرد ما انت تجيبيه على طول، ما تسيبوش في التلاجة يومين وثلاثه، لازم تعمليه على طول. ليه كده؟ عشان يكون فريش كده وطازه. وكمان احنا عايزين لما نيجي نعمله نحطه كمان في البرطمانات، فيقعد معانا مده كبيره ما يحصلوش اي حاجه. بس برضه انا عايزه اقول لك على حاجه، لما تيجي تعمليه وتحطيه في البرطمانات لازم كل مره تاخدي منه تكون المعلقه ناشفه، ما ينفعش المعلقه تكون فيها اي حاجه. ليه بقى؟ عشان يقعد معاكي البرطمان مده كبيره. وطبعا بقى كلنا عارفين حلاوه المربى كده لما يكون كمان جنبها قشطه، بتبقى يا سيدي يا سيدي. زي ما انتوا شايفين بقى، هبتدي كمان اللي انت لما تيجي تقسميها ما تقسمهاش نصين، قطعيها قطع صغيره. ايوه قطعيها قطع صغيره. ليه بقى؟ لان احنا عايزين مربى التين تبقى مربى قطع. فاهميني ازاي؟ يعني انت عايزه تديها ضربتين كده بالهاند بلندر مفيش مشكله. انا عن نفسي ما بضربهاش بالهاند بلندر، انا بقطعها قطع صغيره واسيبها كده. كمان لما تيجي تتحط على النار بتدوب دوب كده مع السكر بقى والليمون زي ما انتوا شايفين كده، صدقيني بتبقى في حته تانية خالص. فعشان كده بقولك قطعيها قطع صغيره وسيبيها، ولا تضربيها بالهاند بلندر ولا اي حاجه. بس عندك هراسه اديها كده بعد طبعا ما تتعمل خالص وتقفلي عليها، هتديها كده بالهراسه شويه، وخلاص على كده. ولما تيجي تحطيها في البرطمانات لازم تكون البرطمانات معقمه، زي ما قلت لك احنا عايزينها تقعد مده كبيره. هنا كمان حطيتها على النار العاليه ربع ساعه، وبعد كده سبت النار هاديه شويه كمان نص ساعه. خلاص كده اتعملت معايا وبقت زي ما انتوا شايفين كده. طبعا حطينا بقى السكر وحطينا كمان الليمون، وخلاص على كده هي مش بتحتاج اي حاجه تانية. شايفين المربى حلوه ازاي؟ زي ما قلت لك قطع بجد حلوه جدا جدا ممتازه. حطيها بقى في البرطمانات لما تعوزي تاخدي منها كده تاكلي انت وولادك، بجد مع القشطه كمان بتبقى حلوه جدا جدا. هنا البرطمانات زي ما قلت لك ان لازم تكون معقمه عشان الحاجه تقعد معانا وما يحصلهاش اي حاجه.
اي حاجه هتحطيها في البرطمانات لازم تعقمي البرطمانات. وطبعا دي بقى برطمانات ازاز زي ما انتم شايفين، فبتخلي الحاجه تقعد فيها مده طويله. لايك بقى وكومنت حلو منك، وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا. نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استنوني بقى في فيديوهات كتير جدا جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.